آخر نجم لمع في سماء الإنسانية، يعتبر واحد من أبطال حرب أكتوبر وبيعالج اللي مش قادرين من غير فلوس. لو بعت له انبوكس على الماسنجر استشارة طبية هيرد عليك فورا، عشان كده الناس سمته دكتور الإنسانية. ادى للمسؤولين نصيحة ازاي يحلوا الأزمات، لكنهم عملوا نفسهم مش سامعين. الدكتور هاني عز الدين الناظر اتولد سنة 1950 في الجيزة. قدوته في الحياة كان أبوه الدكتور عز الدين الناظر. كان طموح دايما إن هو يطلع دكتور جلدية زي أبوه، وطبعا طول فترة الدراسة يعني كان دحيح على الآخر، لكن للأسف بعد نتيجة الثانوية العامة والتنسيق كمان ظهر كان حظه وحش جدا، لأنه وقفت معاه كلية الطب على نص درجة. أبوه وقتها طبعا اتضايق طبعا، لأن هو كان عايز ابنه يطلع زيه، ولكن ابنه يعني طمنه وقال له تقلقش، أنا فعلا مش هطلع دكتور زي حضرتك، ولكن انا هجتهد جدا في كليه الزراعه وهعمل نتيجه جامده جدا هوريك. وفعلا درس فيها واتخرج وبقى ضابط احتياط في الجيش المصري سنه 72. وبعد ما خلص فترته كضابط احتياط فاجئ والده بقرار جديد، قال له انا نويت اخش كليه الطب. ورغم انه كان متعين في المركز القومي للبحوث في مجال الزراعه، الا انه دخل كليه الطب في نفس الوقت. يعني عمل معادله ولا وقفت من الاعدادي عشان انا خريج كليه عمليه. الحقيقه ان دكتور هاني كان هدفه ان هو يقفل اللعبه، يعني هو عمل ماجستير في الامراض الجلديه واخد زماله كليه الاطباء الملكيه في انجلترا. ده غير بقى يا جماعه يعني تكريم من هنا على تكريم من يعني بصراحه ما من كترهم انا ما عرفتش احصرهم يعني، ولكن اهم حاجتين اللي انا قلتهم لكم. الحقيقه ان هو قفل ليفل الوحش بان هو اكتشف علاج لمرض الصدفيه الجلديه. الكلام ده كان سنه 1993، وزي ما احنا عارفين يعني ربنا يعافي كل المرضى، مرض الصدفيه مرض مزمن وبيسبب تشوهات في الجلد يعني، لكن بفضل دكتور هاني بقى في علاج تقدر تتعايش مع المرض. دكتور هاني فتح عيادته في المهندسين، وطول عمره دكتور متميز جدا وعنده مبدا واحد في معامله كل المرضى اللي بيجوا له. لو كبرت وبقيت دكتور دايما لما يخش عليك المريض، اذا كان اكبر منك في السن عامله زي ما بتعامل والدك ووالدتك، اذا كان صغير عامله زي ما انا بعاملك، اذا كان قدك في السن اعتبره زي اخوك. غير كده كان اوقات كتير بيفتح عيادته للكشف من غير فلوس لاي حد مش قادر ان هو يدفع ثمن التذكره، لانه ما شاء الله طبعا اكيد يعني كانت التذكره غاليه، وكان لازم انت قبل ما تروح من كتر المواعيد اللي كانت بتتاخد لازم تتصل قبلها بشهور علشان تقدر تحدد موعد. وصل العمل الخيري للدكتور هاني ان هو احيانا كان بيشتري العلاج للمرضى اللي مش قادرين على ثمنه، وفي 2020 اتعاون مع اكتر من جمعيه خيريه لتوفير العلاجات المطلوبه لمرضى الصدفيه وقشر السمك. دكتور هاني مساعدته للناس ما كانش بتقتصر على الواقع بس، ولكن كمان كان بيساعد الناس في المواقع، وفتح صفحته على الفيسبوك كانها عياده لكل الناس. اي حد كان عنده مشكله جلديه بس مجرد ان هو يكتب كومنت للدكتور هاني كان فورا بيرد عليه ويقول له العلاج المظبوط لحالته. احيانا كان بيطلب للناس ان هي تبعت له صوره انبوكس علشان يقدر يحدد اكتر العلاج المناسب للحاله. لو دخلنا على صفحه دكتور هاني يعني هنلاقي ريتش غير طبيعي، في كميه كومنتات لا تعد ولا تحصى بالالافات، واكيد طبعا انا متخيله شكل الرسائل في الصفحه بتاعتهم عامله ازاي يعني. الناس يعني من جوه مصر ومن بره مصر. ده اكتشفت ان انا كمان بعالج ناس مش من مصر، من الدول العربيه. كان في مريضه امريكيه بعتت لي كتبت لها عليه. سال قبل كده سؤال ان هو طب يا دكتور هاني طالما حضرتك بترد على الناس على المواقع ايه اللي يخليهم يجوا في الواقع ويدفعوا سعر التذكره وزي ما احنا عارفين ان هي غاليه؟ بص انا عندي مبدا دعاء الناس اعظم من فلوسهم. حتى يا جماعه يعني مش مفعل الارباح على الصفحه يعني، والله العظيم انت فعلا تستحق لقب دكتور الانسانيه، مش زينا مفعلين الارباح. الحقيقه ان دكتور هاني كل اول سنه بيستقبل عدد من اوائل الثانويه العامه يعني في مكتبه وبيعزمهم على تلاقيه بقى يعزمهم على الغداء، وبعدين بيقعد بقى يدوهم نصايح بقى ازاي يتعاملوا في الجامعه ونصايح اول يوم وازاي بقى تبقى زي دكتور هاني الناظر في يوم من الايام او دكتور مجدي يعقوب، يعني حاجه في الرينج ده. اهم حاجه قبل ما تبقي دكتور تبقي انسان. وفتره كورونا الدكتور هاني كان من اكتر الاطباء اللي هم كانوا مهتمين بتوعيه الناس. مع كل موجه جديده لكورونا دايما بنلاقيه على صفحته او على وسائل الاعلام المختلفه بيقدم النصايح للناس ان هي ازاي تخلي بالها من صحتها. يا جماعه ما تحتكوش ببعض، يعني خليكم في بيتكم، البسوا كمامات. لكن كورونا اللعين ما سابتش دكتور هاني في حاله واصيب بيها فعلا، ولكن الحمد لله خف منها بعد فتره. يعني هيجي مثلا حد يسالني مثلا يقول لي طب انت يا زوزة احنا عايزين نطمن عليكي، هل مثلا انت في فتره كورونا اصبت بالمرض؟ فاقول له لا الحقيقه انا كنت باخد بالي من نفسي كويس قوي. وهي موضوع محدش مهتم بيه. دكتور هاني بيقدم لكم روشته لعلاج جميع الامراض عن طريق ان انتوا تاخدوا بالكم من 5 حاجات بتدمر صحتكم وتبعدوا عنها: الغيره، الحقد، الغل، التشاؤم، وعدم الرضا. يعني انا حاسه الحقيقه ان كده ان دكتور هاني بيقصف جبهتنا. ازاي؟ هو قصده يقصف جبهه يعني. هو احنا فينا ايه من ده؟ انت فيكي عدم الرضا صراحه. عدم الرضا
وانا فيها التجاوب. دكتور هاني له موقف ثابت وواضح وصريح من الطب البديل. بص حضرتك مفيش حاجه اسمها طب بديل، في طب تكميلي. ووجه نصيحه لكل الناس اللي هي بتروح للعطارين علشان يجيبوا منهم وصفات، قال يعني عشان يعالجوا بيها حاجات معينه ان هم يبطلوا يعملوا الحاجات دي، لان هي مفيش منها رجع ولا هتخففهم لا بعد سنه ولا بعد سنتين. عشب انا ما عنديش مانع، بس طبيب يصفه، مش بس كده، طبيب بشري. دكتور محمد الناظر ابن الدكتور هاني الناظر حقق مقولة ابن الوز عوام، بس الحقيقة ان دكتور محمد الناظر عنده اتجاه تاني في العمليات التجميل زي البوتوكس والفيلر والحاجات اللي هي جديدة علينا. بالمناسبة دي احب اوجه كلامي للدكتور محمد يعني واقول له الحقيقة ان انا عايزة اعمل حقنة فيلر هنا، بس عايزاك بقى تبقى حنين عليا. انا حاولت احجز معاك قبل كده عشان اجي، بس بصراحة ما لقيتش اقرب موعد ان انا ينفع اجي فيه بعد شهرين. اكون انا اساسا فين مش عارفة، اكون خلاص هكون فقدت الامل في ان انا اعمل اي حاجه. وفي نهايه الحلقه بنتمنى كلنا الشفاء للدكتور هاني الناظر، وان هو يرجع تاني ينور عيادته وينور صفحته على الفيسبوك وما يحرمناش من طلته يعني.